في حراسة مرمى قمنا باستدعاء الأحلاوي، صبري بن حسين والخرداني. على مستوى الدفاع باش يكون متواجد دراجر، باش يكون دراجر. ثم حاجة معناتها نقطة مهمة لكونه معناتها ثم بعض اللاعبين اللي ممكن في الفترة الأخيرة معناتها ما ينشطوش مع الأندية نتاعهم على غرار دراجر، وممكن في بعض المراكز اللي عندنا إشكاليات، خصوصا خلينا نقول اللي في المنتخب اللي باش يخوض كأس العربية. دونك حاولنا باش نستدعوا بعض اللاعبين اللي نشوفوا فيهم اللي نجموا يكونوا متواجدين معنا معناتها في الفترة نتاع كأس العالم على غرار دراجر. زعلوني باش يكون هذا ما نشوفش من هنا بن عبده، صحراوي، نصراوي، شيخاوي، دوبال، وأمين الشارني على مستوى خط الدفاع. في مستوى الهجوم قمنا باستدعاء غيلان الشعلاني، وفي الوسط غيلان الشعلاني، زمزمي، زيون لاعب باريس سان جيرمان، كذلك شهاب الجبالي، ترايعي، معز حاج علي، وأيمن الحرزي. على مستوى الهجوم باش يكون خليل العياري، الجبري، الحاج محمد، لاعب هذا ينتمي نادي بارما وكان موجود معنا قبل، بوسنينة، دنداني، سنانة، وولاد باهية لاعب المتلوي. دنداني يلعب في موناكو، يلعب في الكولوار، يلعب في موناكو، سي ان دومي كولوار. بالنسبة للأ دونك على مستوى حراسة مرمى باش يكون موجود دحمان، بن سعيد، لؤي بن فرحاتي. على الجهة اليمنى باش يكون نفاتي، باش يكون يان فاليري، براون، طالبي، غرام، مرياح. باش يكون علي العابدي موجود معنا، وان شاء الله نتمكنوا باسترجاع اللاعب هذايا. باش يكون معنا بن حميدة ومرتضى بن وناس. على مستوى وسط الميدان باش يكون موجود فرجاني ساسي، باش يكون موجود حنبال المجبري، عيسى العيدوني. عدينا الوسط ترى، دونك عيدوني، فرجاني، اسماعيل الغربي اللاعب هذا معناتها زاد كذلك نستبشر قدومه للمنتخب الوطني. فراس بالعربي باش يكون برمضان، وباش يكون اول مره زاد كذلك اول مره معايا انا معناتها حاج محمود. بالنسبه للهجوم باش يكون العيوني موجود، باش يكون سليتي، شواط ومستوري، باش يكون عاشوري، تونكتي وسعد. هذا ما يخص القائمتي. تفضلوا سيدي. صباح الخير كوتش. دونك سؤال على كاس العرب والمبارتين اللي حكيت عليهم ضد مصر باليو 23 واللي باش تكون النواة تاع المنتخب اللي باش يشارك كاس العرب. سؤال كاس العرب، هل حددتوا نوعية المشاركة، وهل باش تكون فريق اللي حكيت عليهم مطعم ببعض اللاعبين الناشطين في الدوريات العربية، وربما باش تكون وكيف باش تتعاملوا معاه على مستوى الاعداد كاس افريقيا؟ هل باش تكون مرحله اعداديه ام باش تاخذوا كوتش المسابقه من اجل المضي بعيدا والتتويج بها؟
واليوم اكدت لنا انك باش تكون على راس الاطار الفني اللي باش يقود المنتخب في قطر ان شاء الله. ان شاء الله. بالنسبة للمسابقة متاع كأس العرب باش نشاركوا فريق اللي لاعبين اللي ينشطوا لبرا، كذلك معناتها ثم بعض البطولات على غرار روسيا، ممكن اوكرانيا، ممكن النرويج. البطولات تتوقف معناتها ممكن في شهر 11. ثم إمكانية كبيرة اللي باش يكونوا موجودين معنا، باش نحاولوا في بعض المراكز إذا لقينا ثم خلل استقطاب معناتها بعض اللاعبين بالتفاهم مع أنديتهم، كان ألزم حتى كان ثم بوسيبيليتي باش نخليو بعض الأماكن الشاغرة في القائمة، على خاطر الاتحاد الدولي يسمح لنا معناتها باش نجيبوا لاعبين نهار 8/12. دونك ثم إمكانية نجموا نجيبوا البعض ممكن قبل 8، وممكن نخليو بعض المراكز إذا كان شفنا ضرورة باش نستقبلوا بعض اللاعبين بعد 8/12 باش يكونوا نحاولوا ضمهم للمنتخب والاستعانة بهم. بالنسبة للتحضيرات باش تكون متوازية، باش يكون البقية متاع اللاعبين اللي هما ينشطوا لبرا معظمهم واللي ماهوش بالإمكان استقطابهم باش يجيو ان شاء الله معناتها ابارتير من نهار 8/12 باش يكون ثم القطر، باش يكون حتى الفندق باش يكون فندق ثاني، برمجة على مستوى التدريبات، برز مع المستوى المباراة الودية، باش نحاولوا معناتها ان شاء الله نوفقوا معناتها بين البطولتين هذوما. الهدف للمشاركة ليس للمشاركة، الهدف هو احنا كنا فيس شامبيون في الدورة اللي فاتت، ان شاء الله ربي يكرمنا وان شاء الله معناتها نحققوا البطولة هذه. المعسكر التحضيري بتاع المنتخب قبل كانش يكون في الدوحة في قطر مع التحاق اللاعبين الناشئين في اوروبا، هذا هو. يكون في قطر. كوتش، لاحظنا في القائمة خاصة القائمة الأولانية الاعتماد بكثافة كبيرة على اللاعبين التونسيين اللي ينشطوا في خارج حدود الوطن، فهل هذا يعني أن البطولة المحلية ما فيهاش لاعبين ولا ما عادش تستقطب الاهتمام؟ السؤال الثاني، قلت أنت باش تكون على رأس الإطار الفني في كأس العرب، ونحن نعرفوا وقتها ليكيب ناسيونال اون بلان بريباراسيون معناها الكان، هل تعتقد أنك توفق بين هذا وهذا؟ شكرا. البرمجة تكون معناتها منظمة باش نحضروها كما يلزم، ماهوش حاجة سهلة، لكن باش يكون ثم إطار فني موسع شوية، وباش يكون تحت إشرافنا معناتها غادي في الدوحة سور بلاس، ثم الترانات ثم ظروف اللي تنجم تخدم معناتها وتنجم إن شاء الله توافق بين الزوز. بالنسبة للقائمة، أنا كي جيت معناتها ممكن استدعيت العديد من اللاعبين معناتها اللي ينتميوا للبطولة الوطنية، وحاولنا باش نشوفوا الباب ما تسكرش للناس المتألقة، والناس كي تجي ليكيب ناسيونال تحس اللي كونه تعطي إضافة. المباراة نتاع المغرب الأخيرة معناتها شخصيا ما نقولكش اللي كوني أعطتني حاجة معناتها، أنا عارف اللي كونه باش نلعبوا في مستوى عالي يلزمنا نوعية ثانية من اللاعبين. احنا ديما نحكيو اللي كونه إذا كان نحبوا نتعداو الامبالي سيبيريور معناتها مع المنتخب، يلزم ثم العديد من المراكز يلزم يقع تدعيمها. إذا كان ثم ملاعبي في تونس معناتها وفي البطولة التونسية تألق يا حبذا وتألق مع المنتخب يا حبذا، لكن شفت اللي كانوا في الفترة الأخيرة معناتها خصوصا المباراة نتاع المغرب ما زلنا بعاد. إذا كان نحبوا نطمحوا على مستوى أفريقيا وعلى مستوى كأس العالم نكونوا معناتها في مستوى أرقى وفي مستوى أفضل. شفنا النسق، شفنا على المستوى المهارات الفردية، على المستوى المهارات الجماعية، هذه أشياء اللي أوكي تنجم نحكيو على القليب ونحكيو على الموتيفاسيون وعلى الروح وعلى الأشياء هذه الكل معناتها كي تجي اللاعب كي يجي المنتخب من المفروض هذوما معناتها أساسيات ومتوفرين، لكن باش تلعب في ان بالي سيبيريور وتعطي معناتها
مستوى ونجموا ننافسوا المنتخبات. خلينا نحكيو على الافريقيه على خاطر كاس افريقيا هي الاقرب. تشوفوا في اللاعبين نتاع المنتخبات الثانيه معناتها معظمهم يلعبوا في بطولات على مستوى عالي. فما بعض اللاعبين اللي تنافس حتى على الكره الذهبيه. دونك احنا شفنا اللي كونه معناتها بعض اللاعبين اللي ينشطوا لبرا ماهوش ان كارت بلانش ولا ماهوش ان فافور، لكن نعرف اللي كونه معناتها باش نكونوا في ان بالي سوبيريور لازمنا لاعبين نوعيه نتاع لاعبين ونسق يلعبوا فيه اللاعبيه اللي يكونوا في المنتخب.